يوم 13 أغسطس سنة 641 ميلاديا كان زي النهاردة 1 رمضان سنة 20 هجريا. وزي النهاردة سلسلة جديدة هنكون فيها مع حضراتكم كل يوم ونقول لكم حصل إيه زي النهاردة في رمضان. يوم 1 رمضان سنة 20 هجريا كانت أهم حاجة حصلت في تاريخ مصر، كان الفتح الإسلامي لمصر، في قصة طويلة عريضة مش وقتها إننا نحكيها النهاردة، لكن عايز أقول لكم حاجة بسيطة جدا منها. الجيش اللي كان عدده 4000 مقاتل بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص، ولما طلب المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة بعت له 4000 مقاتل تانيين، لكن اعتبر انه بعت له 8000 لان كان على كل 1000 منهم راجل ب1000. الصحابة الأجلاء الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت المقداد بن عمرو ومسلمة بن مخلد كان كل واحد فيهم ب1000. اتفتحت مصر برجال كان الواحد فيهم ب1000 واحد. وزي النهاردة يوم 1 رمضان سنة 2 هجريا بدأ المسلمين في صيام رمضان كفريضة. مستني رأيكم في السلسلة الجديدة زي النهاردة، واستنونا بكرة إن شاء الله علشان تعرفوا زي النهاردة 2 رمضان حصل إيه. أخوكم مراد محمود.